نيجيريا وكينيا والسعودية ومصر والسودان واليمن والعراق. الأندومي من أكثر الأطعمة التي يدمنها الشباب والأطفال على الأخص، إذ يعتبرونها أكلتهم المفضلة التي ترافقهم أينما حلوا. تعتبر النودلز من أكثر الأغذية التي تفتقر إلى العناصر الغذائية المفيدة، وتتسبب في الكثير من الأمراض عند تناولها. تحتوي الأندومي ضمن مكوناتها على الملح الصيني أو الأجنيموتو، وهي مادة ضارة جدا بصحة الإنسان، حيث تعمل على إصابته بسرطان الدماغ، لأنها تعمل على إتلاف بعض خلايا المخ الغير قادرة على تجديد نفسها مرة أخرى. وتحتوي أيضا على مادة يشار إليها باسم E621. بعض الناس يتناولون الأندومي دون أن يتساءلوا ما هذه المادة، فالبعض يثق أنه بما أنه مصرح بتداولها في الأسواق إذن فهي أكيد آمنة. ولكن عند البحث عن هذه المادة وجد أنها تندرج ضمن مكسبات الطعم، ومن أضرار هذه المادة أنها تعمل على إتلاف خلايا المخ دون الأمل في إصلاحها، كما تعمل على إضعاف الذاكرة وفقدان القدرة على التركيز، كما أنها تتسبب في الإصابة ببعض أمراض الأعصاب مثل الرعاش والزهايمر والصداع المستمر. وأيضا تحتوي الأندومي على مادة بروبيلين جليكول، والتي تعمل على حفظ الرطوبة بشعرية أندومي، إلا أنه أثبتت الأبحاث أن هذه المادة تعمل على الإضرار بالكبد والكلى وكذلك القلب، خاصة لدى الأطفال. مكونات النودلز الضارة والمحرمة أيضا وجود دهن الخنزير في تصنيعه. إن الأندومي تعد سببا مباشرا في إحداث الانفعالات والتوتر، وسبب رئيسي في عدم تمالك أعصاب الكثيرين عند الغضب. يضغط الأندومي على أعصاب الإنسان ويسبب التشنجات العضلية خاصة عند الانفعال. يؤثر أيضا على عضلات القلب ويضعفها، ويجعل عملية انقباضها وانبساطها صعبة للغاية، ويؤثر على عملية تدفق الدم. من أضرارها الخطيرة تأثيرها على الكلى والعمل على القضاء عليها وإتلافها. التقيؤ إحدى أضرارها. لقد سمعنا مؤخرا عن تصنيعها من عظام الحيوانات الميتة، وذلك يعد من أخطر الأضرار على صحة الإنسان. يسبب أيضا آلاما قوية على المعدة، وأحيانا تصحبها التهابات وسرطانات. تحتوي الأندومي على الكثير من الصوديوم، حيث يستخدمون ملح الصوديوم من أجل الحفاظ على الأندومي، إلا أن كثرة الملح تعمل على رفع ضغط الدم، مما يؤثر سلبا ويشكل خطرا وتهديدا لصحة الإنسان، خاصة